4 حاجات تعملهم عشان تقلل مصاريف مشروعك. أول حاجة، ابدأ صغير واكبر واحدة واحدة. مفيش داعي إطلاقا إنك تروح تأجر مقر كبير للشركة بتاعتك وتفرشه فرش فخم في البداية. ابدأ إن شاء الله في أوضتك. وأكيد أنت شفت صور جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون في بداياته كان شغال منين. كمان مش شرط تشتري كل المعدات المطلوبة، ممكن تأجرها. يعني مثلا في الأول بلاش تشتري برينتر، اطبع أي ورق مطلوب في أي مكان وخلاص. تاني حاجة، استعمل التولز أو الأدوات اللي ممكن توفر عليك مصاريف كتير. يعني مثلا ممكن تستخدم كانفا عشان تعمل تصميمات اللي انت عايز تعملها بدل ما تحتاج توظف ديزاينر. وقريب هنزل كورس مجاني عن ازاي نستخدم كانفا زي المحترفين. تالت حاجة، قلل المصاريف الثابتة. الفيكسد كوست يا إخواني عدو البيزنس الأول. الإيجار والفواتير لو تعرف تقللهم بالذات في الأول على قد ما تقدر قللهم. فمثلا حاول تخلي كل الموظفين تشتغل ريموتلي من البيت، كده هتقدر توفر تكاليف كتير على نفسك وخصوصا في البداية. رابع خطوة، راجع مصاريفك الشهرية بتأني واسأل نفسك في كل شهر ايه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها او تقلل من تكلفتها عليك، واعمل كده فورا وباستمرار. اخر حاجة عايز انبهك ليها، ما تخليش تركيزك على تقليل المصاريف يعميك عن تركيزك في انك تزود ارباح. ركز جدا في انك تزود ارباحك عشان تقليل المصاريف في النهاية ليه ليميت مش هتقدر تقل عنه، لكن زيادة ارباحك ملهاش ليميت، حدودك السما يا صديقي. لو عايز نصايح اكتر زي دي اعمل لنا لايك وفولو واستعد للفيديو الجاي.